شكرا عبد العزيز النصر، الشكر كذلك لضيفيك في الاستوديو. أحبتي الكرام، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، متابعي ومشاهدي قنوات بين سبورتس، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا ومرحبا بكم هنا في معقل الروخي بلانكوس أتلتيكو مدريد، حيث هذا الملعب وهذه التحفة المعمارية متروبوليتانو، المسرح الذي عاش ليلة ساحرة قبل أيام، هو اليوم يحتضن قمة أخرى، لكنها قمة خاصة بليغا الإسبان. هنا الأتلتي من يرفع راية التحدي أمام القادمين من كاتالونيا، من يرفعون راية الأمل في ليغا يراها الكثيرون بعيدة، ويراها البارسا ما زالت ممكنة في مباراة في ملعب متروبوليتانو الثالث برصيد 61 نقطة سات ليغا. هناك رودريغو تنفذ منقولة كرة عالية، هناك حينما فاز البارسا نغمة الفرح هنا أمام البارسا مدريد، منقولة كرة عالية فيتس للأحمر والأبيض، والفرصة للأتلتي خطيرة تاتيو، قريبة كانت ماركوس يورنتي في مباراة رقم 200 على صعيد ليغا، كاد أن يحتفل بهذه المناسبة بهدف في شباك شتيغن. هنا قطعت، هنا افتكت هذه خمر، هنا موراتا ما زال، لكن هناك التسلل كان موجود، هناك راية كانت مرفوعة، وبالتالي أتت صافرة حكم اللقاء في اللقطة الماضية في هذا اللقاء. قريبة كانت على الصعيد مباريات بطولة في التقدم هنا في وسط الميدان، يسقط، يتحصل على خطأ، تدخل كان موجود في اللقطة الماضية بصافرة هذا الحكم خوسيه سانشيز مارتينيز الوحيد في المباراة الماضية. ما زال رافينيا في كرة للبارسا عرضية لكن إلى خارج الملعب، تحولت إلى ركلة ركنية. رافينيا طبعا في وسط الملعب، ممتازة كرة الخدوها في أتلتيكو مدريد في هذا اللقاء. كرة ما زالت قائمة لمصلحة في مطالبة بوجود خطأ، حكم كوندي يريد أن يمر، كوندي هنا يسقط، يطالب بركلة جزاء حكم الأتلتي بانطلاقة هنا من ريكيلمي، عنده كرة في وسط الميدان، يرسل كرة باتجاه موراتا، الكرة ما زالت للأتلتي واعدة سابي فريقي أتلتيكو أمام الكاي، رودريغو تقدم، أراد المرور، هناك تدخل وهناك خطأ وهناك صافرة من السيد خوسيه سانشيز مارتينيز بوجود خطأ على يرسل كرة عالية، التغطية موجودة، تمريرة باتجاه سيرجي روبن في الطرف الأيسر، ريكيلمي تمضية ترسل خطيرة، تأتي فرصة لفريق الأتلتي لكنها بعيدة إلى خارج الملعب إلى ركلة مرمى. التغطية كانت مولينو، وهذا رينالدو من امام كونتي، لا يمر كونتي ابعدها، لكن هنا باريوس في التسديد في عمليه مرور، الله، هنا تاتي موراتا يحاول فيها كونتي، بعد ذلك في التغطيه والكره الى خارج الملعب الى ركله مرمى في هذه الاثناء. نعم، اتلتيكو مدريد يريد ان يستغل هذه الحاله التي فيها، وطبيعي جدا حتى كولومبيا والبرازيل الودية، وضغط الأتلتي هو المسيطر، الأتلتي هو الأفضل على مستوى الدقائق، أتلتيكو مدريد على مستوى في نقلة، بعد ذلك ممتلكة يورنتي عندها كرة لكن التغطية كانت موجودة في اللحظة الأخيرة. كوبارسي على حبيب الأمتازة فيرمين عرضية لكن التغطية كانت موجودة، والإبعاد هنا في الحائرة لبطولة كأس العالم للأندية بنسختها الحديثة. فيرمين يتقدم، يخسر هريرة باتجاه فورد يسار، الضغط من أمامنا السرعان، ما يفتك الكرات فريق أتلتيكو مدريد، لوغان بصورة طولية، عادت من جديد هنا كونتي يرتكب خطأ ويتحصل على بطاقة صفراء نتيجة التدخل في اللقطة، خرج من مرماه ووصل، يرسل الكرة باتجاه رينالدو لكن ضغط على ليفاندوفسكي وقطع القضية ممتازة خطيرة، ضاعت. هذه أخطر كرات برشلونة، هذه أقرب محاولات البارسا في اللقطة داخل أرضية الملعب، ومن ثم أتت العرضية من لكن يستعيدها الكاي، غوندوغان عملية مسك كانت موجودة وبالتالي خطأ في اللقطة، يرسل كرة ساقطة لكن كوبارسي ليفا عرضية، الله،
فعلها من جديد. ماذا فعلوا لك لتفعل بهم هذا يا جواو فيليكس؟ مثلما فعلها في الذهاب هنا يسجل في مباراة العودة. نعم، جواو فيليكس يسجل في مرمى في تقدم لفريق برشلونة. بارسا هدف أتلتيكو جديدا من جديد بعد أسابيع. كرة بتعود لمصلحة فريق أتلتيك نفسه. البارسا انتفض ليفا ولكن التغطية موجودة في الميدان. محاولة المرور، جوندوغان في التعديل، هنا كوبارسي في عمل الأتلتيك. الفارو موراتا التسديد لكنها بعيدة كرة الفارو. موراتا هذا الرجل كان ينتظر كرة عودة. هذا الرجل وجماهير الأتلتيك كانت تنتظر فرحة، لكن الكرة كانت بعيد تشافي. وسيكمل هذا اللقاء بينما هنا فرصة تأتي، لكن هناك تدخل كان باريوس يرسل كرة لكن الضغط منقولة. كرة طويلة سهلة عند حارس المرمى يانو بلاك. صافرة السيد خوسيه سانشيز مارتينيز ساتي لتعلن نهاية هذا اللقاء. البارسا عن طريق جواو، هذا الذي سجل مثلما فعل هناك في المونجويك أمام فريقه السابق، بل أمام فريقه المنتمي له أمام أتلتيكو مدريد. جواو هو من قال عند كرة ليفا في تصويبة. الله، يقول ليفا نحن البارسا ولو تمردت علينا الظروف، نحن برشلونة ولا يمكن لك أن تنسى من نكون. ليفا هو من يعزز النتيجة في هذه اللحظات. البولندي الذي لا يفقد أبدا خارطة الشباك يسجل هدف التعزيز ويأتي بثاني الأهداف لمصلحة فريق برشلونة في هذه اللحظات. ليفا من جديد، هذه المرة سجل بكرة قدام رودريغو في عرضية. هو وجود المساحات في ظل اندفاع ثالث خطيرة من ليفا، ولكن في الأخير إلى خارج الملعب. يا ليفا يريد فرصة تأتي والتصويب القوية، لكن حارس المرمى شتيغن تصدى. شتيغن أبعدها إلى بعد ذلك أوبلاك في عملية. الله، أي تصدي يا شتيغن، أي إنقاذ يا شتيغن في اللقطة الماضية. هدف كاد أن يكون من أجمل أهداف الأتلتي في هذا الموسم لولا تير شتيغن في التصدي على الطائر هنا من يورنتي في كرة، لكن شتيغن قال أنا موجود. الكل دفاعيا يتألق. بعيدة، وين هذه يورنتي؟ أخرى كانت قصيرة على فيتس. هنا شتيغن والتصويبة على عند كرة عرضية خطيرة تأتي. يتقدم البرتغالي، وصلت باتجاه جواو في كرة ديباي في عملية استلام. مولينا متسل تسلل كان على مولينا. روبرتو كوريا تسديدة لكنها بعيدة كانت التسديدة من جانب آنخيل كوريا اللي بالمناسبة سجل 3. رافينيا في عملية مرور. رافينيا من أجل الثالث، فرصة من أجل الثالث. ليفا الثالث كاد أن يفعلها ليفا في الطريق. ليفا عرضية راسية. الله، هذه ومضة من قديم البارسا، هذه لمحة من أيام الزمن الجميل، هذه نسمة قادمة من جهة الماضي، هذه تعيدنا إلى البارسا لنتذكر من يكون هنا في متروبوليتانو بالثلاثة. نعم، برشلونة هنا يستذكر أيامه، يستذكر لياليه، يستذكر سهراته، يستذكر روعة أداءه، ويستذكر أنه برشلونة نعم هنا في بدايتها من ليفا. كانت في كرة جواو في عرضية تاتي، نعم، وتعيد به، لكن كرة سيلة ليفا يبحثون عن الرابع في التمهيد والتصويب تاتي لكنها إلى خارج الملعب. يورنتي أو هذا باريوس اليوم مش ماشية معه، وأنه عاد إلى لمسية. هنا فرصة تأتي تصويبة لكنها إلى خارج الملعب. إلى الكرة ما زالت حائرة، يحاول يلعب لها كرة لكن بتعود. كوندي يتقدم، كوندي طريق آنخيل كوريا تغطية من كوبارسي. مدريد الذي لم يخسر في 5 تمريرة، بل كرة منقولة خطيرة هنا في تمريرة. كوندي من أجل الرابع، لكن التغطية كانت موجودة في اللقطة الماضية. غطى فيتسل البلجيكي. حوكي عند الكرة البرازيلي يحاول فيها تأتي وفرصة مستمرة لكن ابعاد، وبعد ذلك هناك صافرة وهناك خطر. الكرة الأتلتي خطيرة تأتي بس الملعب. هذا الصغير كرة منقولة
الرأسية تأتي وهدف التقليص يضيع بغرابة. يا ساول، يا ساول ماذا أهدرت، يا ساول ماذا أضعت. كرة كانت في المتناول لكن ساول يفشل.